تقرير دولي حول أفضل الوجهات السياحية العالمية يصنف الجزائر في طليعة الدول العربية الأكثر استقطاباً للسياح الأجانب، مما جعلها مقصداً للملايين من السياح الراغبين في استكشاف بلد بحجم قارة يسخر بكثير من الإمكانات. عن جدارة تستحق الجزائر أنها تكون في طليعة الدول العالمية، يعني أو وجهة قبلة للسواح في العالم، لما تتميز به طبعا من مناظر سياحية ومن جمال الطبيعة، والأهم من هذا كله طبعا طيبة الشعب الجزائري. سبق وأن زرنا الجزائر في 6 مناسبات سابقة ما بين رحلات عائلية وشبابية، زرنا خلالها أغلب مناطق الجزائر والصحراء الجزائرية، وصلنا لتمنراست ولجانيت وغيرها من المناطق الصحراوية. زرنا حوالي 42 ولاية، باقي حوالي 16 ولاية في الغرب الجزائري بإذن الله حنزوروهم في المستقبل القريب. نجهزوا حاليا لرحلة ثانية اللي هي حتكون في نهاية شهر جانفي. الطاسلي الجزائرية احتلت بحسب التقرير المرتبة الثالثة إفريقيا والثانية والعشرين عالميا، فالصحراء الشاسعة برمالها الذهبية تسخر بفسيفساء ساحرة جعلتها ملهما لعشاق الطبيعة العذراء. السنة هذه العجلة تاع السياحة الصحراوية تحركت نسبة كبيرة بالنسبة للسنوات الفارطة، واستقبلت أكثر عدد سواح بالنسبة للهكار والتفصيلي واللاجانات. هذا راجع إلى الإمكانيات اللي سخرتها الدولة والتسهيلات اللي سخرتها الدولة، وبالنسبة لنا نحن استقطبنا أكثر عدد سواح أجانب. وأصدر التقرير الدولي الصادر عن الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز الجزائر ضمن 52 وجهة سياحية دولية التي ينصح السياح بزيارتها خلال العام الجاري 2023، مشيرا إلى أن تخفيف الجزائر لإجراءات منح التأشيرات سيسمح باستكشاف البلاد بصورة أسهل.